هو مين يا ماما النبي اللي ربنا رفعه للسماء؟ قبل ما تتولد الحكاية كانت الدنيا ماشية بهدوء غريب، والناس مستنية نبي جديد، نبي يكمل الطريق اللي الأنبياء مشيوا فيه قبل كده. زي مين يا ماما؟ سيدنا عيسى عليه السلام، نبي الله. في قرية صغيرة على أطراف الدنيا كانت عايشة ست طاهرة قوي، نقية زي المية، اسمها ستنا مريم. دي زي اسمي. أيوة، وربنا اختار لك اسم جميل. وفي يوم وهي لوحدها ظهر لها ملك في صورة راجل وقال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. يعني ايه يا ماما؟ يعني ربنا اختارها المعجزة. ستنا مريم خافت وقالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. بس الملك طمنها وقال: كذلك قال ربك هو علي أهين. وربنا مسبهاش؟ أبدا، اعتزلت في مكان بعيد وتعبت، وكانت لوحدها، حواليها مفيش غير نخلة يابسة وأرض فاضية. لكن سمعت صوت بيقول: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهنا اتولد نبي الله عيسى عليه السلام. هو اسمه معناه ايه؟ في تفاسير بتقول إن اسم عيسى معناه المبارك ونبي الرحمة. فعلا كان اسمه على مسمى. طب الناس عملوا ايه؟ لما رجعت ستنا مريم بطفلها الناس اتصدموا، اتهموها، بس هي مردتش، شاورت على سيدنا عيسى. الطفل الرضيع؟ أيوة. وفجأة الكل سمع صوت ثابت وقوي بيقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وده كان أول نبي يتكلم وهو لسه طفل رضيع. تعرفي يا مريم، حياة سيدنا عيسى ما كانتش طويلة في السنين، بس كانت مليانة آيات، كل خطوة فيها كانت رسالة. بعد ما كبر شوية ربنا أنزل عليه الإنجيل، ده كتاب من الكتب السماوية الأربعة، كتاب فيه نور بيرجع الناس لعبادة الله وحده، ويفكرهم بالرحمة والعدل وبإن الدنيا مش دايمة. سيدنا عيسى كان بسيط، ما كانش عنده قصر ولا جيش ولا حاشية، كان يمشي حافي أحيانا ويقول لتلاميذه: الدنيا معبر مش مقر. من معجزاته بإذن الله كان بيشفي الأكمة، وكان بيبرئ الأبرص، وكان بيحيي الموتى. لكن قبل كل معجزة كان بيقول بإذن الله، علشان الناس ما تنساش إن القوة مش منه، من ربنا. وفي يوم الحواريين أصحابه قالوا له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني هو ربنا بتاعك يقدر ينزل لنا ترابيزة من السماء؟ قالوا له: احنا مش شاكين فيك، بس عشان نطمن. لكن سيدنا عيسى زعل جدا وقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وبعدين دعا ربنا وربنا استجاب، ونزلت مائدة من السماء كلها رزق وبركة وآية تهز القلوب. وقال لهم: اللي يكفر بعد كده يبقى اختار الطريق الغلط بإيديه. سيدنا عيسى عليه السلام كان قريب من الأطفال، يضحك لهم ويمسح على راسهم، ما كانش بيصرخ ولا بيشتم ولا بينتقم. حتى اللي أذوه كان يدعي لهم بالهداية. مع الوقت الكراهية زادت، اتهموه بالسحر وقالوا عليه كذاب، وبدأوا يخططوا إن هم يقبضوا عليه ويقتلوه. لكن ربنا لا يغلب، وفي اللحظة اللي افتكروا إنهم انتصروا فيها ربنا قال لهم: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ورفع الله سيدنا عيسى عليه السلام جسدا وروحا إلى السماء. وناس كتير ما تعرفش إن سيدنا عيسى لسه حي وهيرجع في آخر الزمان، مش كنبي جديد، لكن تابعا لشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان يكسر الظلم ويهزم الدجال وينشر العدل. يعني يا ماما حياة سيدنا عيسى بتعلمنا إن الرحمة أقوى من العنف، والمعجزة الحقيقية إن قلبك يفضل نضيف وسط الدنيا المتعبة.
بالظبط، بس استني، الحكاية اللي جاية فيها بحر اتشق وعصاية اتحولت لمعجزة ونبي كلم ربنا.